وزاره الشباب كما تلقيت في قناه اخرى، قلت له افرض انت راك داخل معها الامتحان هذه السيده هذه، ونفرض ان عندها سيقان جميله ولابسه لباس مثير وكامل كيفاه جميله ولابسه لباس مثير وكامل. الله يصفر وجهك ان شاء الله. بورت مالور واش يعني كيفاش واش تكون احساسك كرجل عادي يعني؟ قال لي انا ما نقدرش ندير الامتحان اصلا. اذا هذه لك تضحك انت كالشيطان راكو بالك. الله كل واحد يلزم حده. اذا هنا الاثاره يعني، وحتى نقولوا باللي التحرش بالرجل انك ديري العري. هذوك نرفع الكيس هذه خلاص العري ومن بعد تقول تعمد ومن بعد تقول او تحرش بيا او تحرش بيا او تحرش بيا. والله ما تحشم. يعني حتى يعني انا نجد يعني الفرق بين فتاه تلبس جيب ولا تلبس بنطلون ولا تلبس سليم ودير فولاغ، ولا شاب يلبس لي بنطلون طيباس، يعني حتى يعني لا نجرم هذه الفتاه. نحن نعيش في مجتمع مليء بالتناقضات يعني، وهذه لي كونسيكونس تاع لا ديسيني نواغ. خلص دروسك من الزرس واش تحب سيدي حكمني وناسك واش انا ما بحيف نقول الساسي. يعني الانسان ما ياخذش هكذا يعني دي جوجمون هكذا. لازم نعاودوا نشوفوا المجتمع الجزائري والمشاكل اللي مر بها والعشريه السوداء وكذلك الجزائر. والله شوف انا راني نعينك نبلعهم لك انا نجبدهم لك. كان الرجل تقف قدام مرأة بجمالها ومفاتنها وزيد تنعت اللي ممكن يكون مخبي، وزيد تنعت اللي ممكن يكون مخبي، وزيد تنعت اللي ممكن يكون مخبي. والله ما تحشم. فهميني انا هذا الرجل كي ما يتاثرش بها ما واش يكون. انا اسال سؤال ونسال كل الجزائريين من الرجال. خلينا ندخل خلينا نستمسوا. هذه الاجابه تاعي، فهمونا درك. يعني هذا نقضيو على الفطره يعني تاع الذكر والانثى ولا كيفاه يعني؟ ما فهمتش انا اصلا ضد الاختلاط في المدارس. وتمنيت حنا كي درسنا في الجامعه الاسلاميه كنا مختلطين داخل القسم، ولكن الذكور من قدام والاناث من الوراء، وكي نخرجوا لاكسي ماشي وحد نفسه نخرجوا منه ما يخرجوا منه. والله رحمه ربي كنا نخدموا ما شاء الله. مي كي الاختلاط هذا بدا من ابتدائي وبداو يبدلوا الطلبه راحوا ورحنا للمخدرات ورحنا للفساد.